3 مواد موجودين في البيت عندك ممكن نعمل منهم تركيبة هنحافظ بيهم على الجلد وعلى الخشب وعلى الرخام، بس احفظ الفيديو ده واعمل اشتراك في القناة علشان يجيلك كل جديد. أول مادة وهي الكحول، بنحط شوية في الإزازة يعني قيمة ربعها ما تبقاش كتير عشان المواد اللي جاية. تاني مادة وهي موجودة معانا اسمها زيت البرافيل. المادتين دولة مجهزين إن هم للحفاظ على المواد اللي قُلت عليها. تالت مادة وهي موجودة معانا هو زيت الجليسرين، ال3 دولة لمّا بيتخلطوا مع بعض بيبقوا نتيجة كويسة جدًا للحفاظ على المواد دي. اللون زي ما إحنا شايفين بيتحوّل للون الأبيض، وما تخافش خالص عليها لإن هي آمنة جدًا على البشرة. وهنستخدم دلوقتي أول حاجة على الجلد، أنا جرّبتها في المكتب عندي على الكرسي الموجود وبصراحة النتيجة أبهرتني، أنا ما كنتش متوقع إن هيبقى النتيجة كده، زي ما إحنا شايفين اللون اتغيّر تمامًا وهيحافظ عليه كمان من التراب. تاني حاجة هنعملها لزقة صغيّرة كده على الخشب عشان نشوف تأثيرها إزاي موجود عليه. وهاسيبكم تشوفوا بعينيكم تأثير المادة ديّة على الخشب، مُلمّع طبيعي وبيستنى معانا لفترة كبيرة وكمان مش هنصرف عليه كتير. نشوف مع بعض. شايفين الفرق مختلف تمامًا بين الجزء اللي رشيناه والجزء التاني. تالت حاجة وهي موجودة معانا خامة الرخام، هنجرّب برضه بنفس الطريقة نلزق اللزق ده عشان نشوف الفرق بين القطعة اللي خدت الزيت بتاعنا والقطعة اللي ما خدتش. بصراحة النتيجة كانت ممتازة جدًا، ولو أنت معايا لغاية دلوقتي اشترك في القناة وفعّل الجرس عشان يوصل لك كل جديد.